يا صباح الفل، يا صباح الحلويات، صباحكم قشطه ورز بلبن، رز معمر مش اي رز. بصوا بقى حاجه كده اختراع ايه يا جدعان، ابتكار. بصوا جمال الرز، اولا الوش فظيع اهو من غير اي، استنى ما ادوق الاول. انا ما شفتش رز معمول كده، مش عشان انا اللي عاملاه، لا لا خالص، هو حلو قوي. ده انا هبوظ لك وشك. ايه؟ هبوظ لك وشك. ليه؟ مين قال لك تبوظي؟ ده انت مش عارفه ان انا بصوره شركه كذا. لا استنى. استنى ايه؟ وكله سكر. هبوظ لك وشك. مين اللي قال لك تبوظي؟ ده انت مش عارفه ان انا بصوره شركه كذا. تبوظ وش مين؟ استنى، ده تبوظ وش منظر. مين؟ استنى، ده منظر عادي. اقدمه ازاي للناس كده؟ هو حد هياكله الا احنا؟ وبرضه بتاكلي؟ انت ليه بتبوظي لي شغلي؟ هو ده انتوا بترتاحوا نفسيا لما بتاخدوا شغلي وتبوظوا لي شغلي؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. بس بالصدق، بالصدق. خلصت تصوير؟ لا. لا خلصت. طب انا حر، انا كنت هاخده الناس زمايلي. يعني زمايلك ياكلوا رز معمر وانا اتفرج عليه؟ لا، ما انت عارفه ان الرز المعمر غلط اصلا. على مين؟ اولا غلط عليكي، ثانيا ليه؟ حلو قوي. انا حلو قوي. هذا حاجه عندي، دي ثقه بالنفس. بوظت لي الفيديو، يعني انا عامله الرز المعمر وتعبانه فيه بقى، عامله امبارح انت اللي عامله الرز المعمر؟ امال مين؟ تحلفي بالله. استاذ انتوا بتقعدوا تتشاهدوا وبيحضر الولي اثناء تصويركم الفيديوهات بتاعتكم. حلو. وبعد كده بقيت عازمه. انت يا راجل يا اللي قاعد يا ابو كرش يا اللي ما بتساعدني، لكن ساعه الفيديو انت ما عندكش كرش، انت كويس اهو. ساعه الفيديو اتفضل الشاي يا استاذ، بارك الله. اصل جوزي قاعد بص هقول لك على حاجه بسرعه، ثانيه واحده ثانيه واحده. انت عارفه انا بودي لك شايف البلكونه ليه؟ انت عارفه انا بودي لك شايف البلكونه ليه؟ عشان بتصوري، عشان تقعد هناك ما تجيش الناحيه دي. جارتي السوريه. أيوة. عملت كذا كذا، حماتي علمتني الرز قبل ما تموت، وبعد ما يخلص الفيديو غارت في داهيه. اكمل. غارت في داهيه. انا عمري قلت لكم حماتي هو حماية علمني حاجات، ولما بعملها بقول حماية علمني. جارتي السوريه. ولا عنديش جاره سوريه، ده امال جارتنا. مين اللي كل ما اقف معاها تزعلي؟ ده الست ام مؤمن. يبقى مش سوريه. مش سوريه، ده الست المنتقده، الست المحترمه. يبقى مش مصريه. ها نفوت دي اللي بعديها. يا ست ام مؤمن اوعي تزعلي، احنا بنحبك والله. بص بقى. لا انا ما بحبكيش يا ام مؤمن، ما اقدرش اقول بحبها. بصوا بقى الرز ده هسيب لكم طريقته بالمقادير واعملوه ومظبوط 10/10 والله. مش شرط يكون هو اللي عامله او انا اللي عاملاه، بس الفكره ان لازم المقادير توصل للجمهور والطريقه الصح. ايه رايكم بقى؟ غدانا يا اخواتي، انا موت واعرف الراجل ده جايبينه منين. رز وخضار وحله لحمه. طب عايز ايه تاني يا متنايل ب60 نيله؟ رزايه حلوه جدا، جربوها هتعجبكم. نخش في الجد والمقادير على طول. ده ربع كيلو رز، 250 جرام، كوبايه رز كبيره. هنقعها في نص لتر ميه، خلاص، او غطيها بالميه مش هتفرق، سيبيه منقوع 3-4 ساعات. لونه هيفتح ويبيض ويفشر بالشكل ده. هحطه في حله او في طاجن فخار او في صينيه مدوره، يعني زي ما موجود عندك. هنزل عليه بكيلو لبن، وزي ما انت شايفه كيلو لبن فريش عادي جدا، ولو لبن معلبات برضه عادي جدا. الشغل بايد الشيف محمود، لاني بقالي فتره انا مش عارفه اصور يعني، فباخد شغله بقى، والمهم ان الفكره توصل. ودول 150 جرام زبده، وكمان 200 جرام سكر، يعني كوبايه سكر. بقلب كل ده على النار زي ما انت شايفه بيغلي ويبقبق كده. بروح فاتحه الفرن، والفرن كان سخن، ومدخلينه الفرن بالحله يا حنون، بالحله يا حنون. تمام. ما زي ما قلنا بقى، حله، صينيه، فخار، بيسموه في الارياف لحوقي، وانا بحب الاسم ده قوي مش عارفه ليه. المهم دخل الفرن اهو، مفيش 5 دقايق كان عامل الوش الحلو ده. نهدي النار بقى وننزل على 150، ونسيب الرز يشرب لبنه في الحرارة. بياخد حوالي 40 دقيقة ويكون الرز استوى. تنسوش ان في تقريبا تلت تسوية او اقل على النار، اللي هي الغليان بتاع اللبن. شايفين الطاجن شكله حلو ازاي؟ ولا حطينا قشطة على الوش، ولو عندك قشطة طبعا حطي، بس انا ما كانش
كانش عندي. طبعا حلاوة الرز ان يكون كده شارب لبن ومرق، محبوش ناشف ابدا. الرز المعمر جماله لما يبقى مرق كده، اوعوا تعملوه ناشف واللي هو اسمه محصرم، ده كده بتاع الساده اللي في الريف. شايفين جماله؟ طبعا انا بترعب من اكل الحاجه السخنه. حلل كذاب من الحاجات المميزه جدا جدا لاي شغل في الفرن. انا ممكن انا اكل السخن ده عادي، ممكن تسيب لنا اللقطه دي؟ لا عشان مسكر. ما مسكر، انا مسكره. تحفه والرزايه مفتحه. عرفنا طريقه الرز، مليون هنا. رزايه حلوه جدا، جربوها هتعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.